السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم صديق ليرنين. في هذا الفيديو سنعرض لكم البرنامج الكامل للجولة السادسة عشر للبطولة الوطنية الاحترافية المغربية، والجدير بالذكر أنها الجولة الأولى من الشطر الثاني أو من المرحلة الثانية، مرحلة الإياب للبطولة الوطنية. فمرحبا بكم وشكرا على المتابعة. إذا ستمتد الجولة السادسة عشر على مدى يومين، هما السبت والأحد المقبلين. ستفتتح الدورة السادسة عشر بالمباراة الأولى التي ستجمع الجيش الملكي بفريق مولودية وجدة بالملعب البلدي بالقنيطرة على الساعة 4 يوم السبت 28 من يناير، فيما المباراة الثانية سيستضيف فيها المغرب التطواني فريق المغرب الفاسي أيضا على الساعة 4 من نفس اليوم. المقابلة الثالثة يوم السبت سيحل فيها فريق الرجاء الرياضي ضيفا على فريق أولمبيك أسفي بملعب المسيرة بأسفي، وذلك على الساعة 6:15، فيما المباراة الرابعة والأخيرة سيستضيف فيها شباب السوالم الرياضي فريق اتحاد طنجة على الساعة 8:30 بملعب البشير بالمحمدية. اليوم الثاني للجولة السادسة عشر والذي يصادف يوم الأحد 29 من يناير سيفتتح بالمباراة الأولى التي يحل فيها الدفاع الحسني الجديدي ضيفا على فريق اتحاد توارغا بملعب الأمير مولاي الحسن على الساعة 4. أما المباراة الثانية فيستضيف فيها فريق الوداد الرياضي فريق الفتح الرياضي بمركب محمد الخامس على الساعة 6:15. المباراة الثالثة يوم الأحد سيحل فيها فريق نهضة بركان ضيفا على فريق حسنية أغادير على الساعة 8:30 بملعب الكبير بأغادير، وفي نفس التوقيت 8:30 ستلعب مباراة شباب المحمدية وأولمبيك خريبكا على أرضية ملعب البشير بالمحمدية. إذا كان هذا جدول مباريات الجولة السادسة عشر للبطولة الوطنية المغربية الاحترافية. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.